السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخيرات، يا مساء السعادة. أهلا بكم حبايبي أولى ثانوي في حصة جديدة، درس جديد. وكالعادة قبل كل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خلصنا الدرس الأول بفضل الله سبحانه وتعالى، بشرحه بجراميره بكل حاجة فيه. فاضل بس ان احنا ان شاء الله النهارده هنبدا نحل عليه. عندنا حاجه اسمها ليزوبجي دو لا كلاس او المستلزمات بتاعه الفصل. لو جه في الامتحان راح قايل لي نقط، اللي كده بيقول لي نقط اوبجي، تمام كده. إليا دون تا كلاس، بيقول لي النقط اوبجي إليا دون تا كلاس، بيقول لي ايه هي الاشياء اللي موجوده داخل الفصل. كل مفرد مذكر، كل مفرد مؤنث، كل الجمع المذكر، كل الجمع المؤنث. طيب لازم اكون عارف ان كلمه اوبجي اللي هي الاشياء دي كلمه جمع مذكر. هنختار كل الثالثه ونقول له كل زوبجي. بقول خلي بالك التعبير سي ياتي بعده مباشره صفه مفرد مذكر، اما اذا بعده اسم فان الصفه تتبع الاسم. بالراحه كده. دلوقتي هنا بيقول لي ما كلاس الفصل بتاعي، وراح قايل لي سي جينيال. حلو الكلام. وهنا بيقول لي ما كلاس اي جينيال. ايه الفرق ما بين الجملتين؟ قال لي بص نبدا بالجمله الثانيه الاسهل. هنا بيقول لي فصلي يكون رائع. انا وصفت الفصل. طب ما هو الفصل حضرتك هنا قبليه ما يعني اسم مفرد مؤنث، قال لي يبقى الصفه بتاعته مؤنث جينيال. طيب إليا ان ستيلو روج دون لو ساك، يبقى بقول له إليا اهوت ان ستيلو روج دون لو ساك، يوجد قلم احمر في الحقيبه. على خير في حصه جديده ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.